أهلا ومرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم يارا مغربية وأفتخر. نهار جديد في موضوع جديد كالعادة، ولكن اليوم غيكون الموضوع شوية مختلف. أنا أعطيكم راس الخيط. إلا قلت لكم السلطة، الإعلام والتكنولوجيا المتقدمة، باش غتجاوبوني؟ أكيد فهمتوا. كنهضر على ترامب، إيلون ماسك وبيت هيكسيت. بغينا ولا كرهنا، ترامب من الشخصيات المثيرة جدا للجدل، اللي كيآمن بالسلطة والقرارات الجريئة، وكيخطط لواحد العالم اللي يمكن حنا ما واصلينش نكتشفوه. واللي تصدمنا منين عرفنا انه عين صحفي وايلون ماسك في واحد لو بوست اللي مهم جدا في امريكا، اللي هو البنتاغون. هذا القرار هذا خلانا كاملين نطرحوا تساؤلات. من اليوم غادي نطلب منكم انكم تلقوا العنان المخيله ديالكم ونحاولوا كل واحد فينا يتخيل العالم اللي كيوجد له ترامب باجتماع هاد ثلاثه النقاط. ما نساوش هاد ثلاثه الاشخاص عندهم تاثير كبير في المجالات مختلفه. ترامب كيسير السياسه والقوه والسلطه، هيجست كيتحكم في الاعلام وفي الاراء، وماسك مسيطر على التكنولوجيا المتقدمه. واش تتخيلوا معايا شنو غادي يوقع باجتماعهم بثلاثه؟ نسولوا راسنا سؤال: شنو باغي ترامب يحقق من هذا التحالف؟ انا رايي كيف كنشوفوه ديما، ترامب معروف انه باغي يكون عنده واحد السيطره تامه. ملي كيحط صاحبه في واحد المنصب حساس كيبغي يضمن انه غادي يخدم له المصالح ديالو بلا نقاش. برجوعه للرئاسه الامريكيه غادي يقدم تحالفات قويه، وغيطبق خطط ديالو بدون مقاومه كبيره. يعني في التوقيت اللي العالم كيعرف واحد التغيرات بالزربه، ترامب باغي يرجع ويبني امبراطوريه كتخدم الافكار ديالو. إذن القوة هنا هي الهدف الأول للسيطرة على الإعلام وعلى التكنولوجيا، اللي هي غتكون غير أدوات عند ترامب. الدور ديال الصحفي بيغست في هاد التحالف شنو غيكون؟ دابا بيت بيغست هو الصحفي كيعرف مزيان كيفاش يخدم الصورة ديال ترامب قدام الناس. فوكس نيوز كتعتبر من أكبر القنوات اللي كتدعم ترامب، وبيت عنده أسلوب قوي في التأثير على الناس وكذلك توجيه الرأي العام. يعينوا ترامب على رأس البنتاغون ماشي غير صدفة. هادشي كيعني أنه غادي يكون عنده نفوذ كبيرة في مجال الدفاع، وغادي يتحكم في طريقة تقديم المعلومات للرأي العام. يعني ملي كتجتمع القوة ديال الإعلام والقوة العسكرية، ترامب كيبغي يضمن أن كل شي غادي يسمع غير اللي هو باغي يقول. وغتسولوني، إيلون ماسك والذكاء الاصطناعي في هاد التحالف شنو بلاصتو؟ ما غاديش ننسى الدور الخطير اللي ممكن يلعبوا إيلون ماسك في هاد التحالف. ماسك من أكبر المطورين ديال التكنولوجيا، وكيآمن أن الذكاء الاصطناعي ممكن يبدل العالم من خلال الشركات بحال تسلا وسبايس إكس. عنده القدرة يغير مجالات النقل والطاقة وحتى الحياة اليومية ديال الناس. ولكن شنو اللي مخيف في هادشي؟ ماسك كيآمن بالقوة التكنولوجيا وترامب باغي يسيطر عليها. واش كتخيلوا معايا التكنولوجيا المتقدمة اللي ممكن يخدموها في مجال السياسي والعسكري؟ ماسك قادر يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يوفر الوسائل للمراقبة والسيطرة وحتى التأثير على الناس بلا ما يحسوا. وهنا كيبان الدور الخطير في هذا التحالف. كنا كنتسائلوا شنو التأثيرات الممكنة على العالم، واش غادي يقلبوا موازين هذه القوى. غنحاولوا نشوفوا شنو يمكن يوقع مع هذا التحالف. واش غادي نعيشوا في مستقبل اللي فيه القوة والسلطة والإعلام والتكنولوجيا خدامين باش يقمعوا الحريات؟ واش ترامب هاد التحالف غادي يوصلوا باش يبين نظام جديد فيه اللي كيتحكم فيه واحد ولا جوج الاشخاص؟ كنعرفوا بان التكنولوجيا ملي كتكون في ايادي الناس اللي ما عندهمش واللي كيحاولوا انهم يحققوا طموحات شخصيه، كيمكن تولي سيف ذو حدين. الذكاء الاصطناعي ممكن يوفر ادوات المراقبه والتحكم في كل شيء، من الاخبار اللي كتنتشر حتى الطريقه اللي كنفكروا بها.
واش هاد التحالف غيغير الملامح المستقبل؟ هاد السؤال غنخلي لكم نتوما اجابته. واش بغينا بصح نشوفوا تحالفات اللي كتجمع القوه والاعلام والتكنولوجيا تحت سيطره واحد الناس عندهم طموحات بحال ترامب؟ شنو غادي يكون تاثير هاد الشيء على حياتنا اليوميه؟ ممكن ان هاد التحالف ما كيعني والو لبعض الناس، ولكن واش نقدروا نغفلوا على القوه ديالهم في صناعه المستقبل؟ شاركوا معايا آراءكم في التعليقات. ما تنساوش تبارطاجيو في الفيديو باش تعم الإفادة، باش الناس تعرف وتفكر أن هاد التطورات اللي حنا غاديين ليها ما عرفناهاش حتى لين غتدينا. وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعة. كنتمنى لكل واحد فيكم نهار موفق.